كل شوية بنسمع انت لازم تعلي استحقاقك ولازم يبقى عندك استحقاق ولازم تعرف ايه قدرك وايه مكانتك. واستحقاق استحقاق، هو يعني ايه استحقاق؟ هو يعني ايه اعلي استحقاقي؟ هو يعني ايه اعرف استحقاقي؟ هل الكلمة دي ليها معنى؟ انا لافكة شيماء حزة وجاي اتكلم معاكم النهاردة عن مفهوم يعني ايه استحقاق. عشان افهم يعني ايه استحقاق لازم ابتدي ارجع كده خطوتين لورا شوية. هو ايه الفرق بين اللي انا عايزه واللي انا محتاجه واللي انا استحقه؟ ده سؤال لازم اجاوب عليه، ولازم ابقى واضح جدا مع نفسي في الاجابه على السؤال ده. اللي انا عايزه اي حاجه انا عايزها، انا عايز اطلع القمر، انا عايز احدث عربيه، انا عايز ابقى بشتغل في الحاجه الفلانيه، انا كل ده انا عايز. طيب انا محتاج، تفرق بقى في ايه؟ انا محتاج دي بتنزلني على ارض الواقع شويه. هو انا محتاج الشغلانه دي علشان ايه؟ هو انا محتاج العربيه الفلانيه دي علشان ايه؟ هو انا محتاج المكانه دي او الشخص ده في حياتي او الصديقه دي في حياتي علشان ايه؟ تبدا تنزلني، انا محتاج تنزلني شويه على ارض الواقع. يدخل بقى على نفس الخط بالظبط مفهوم الاستحقاق. طب هل انا استحق هذه الوظيفه؟ طيب عشان اجاوب على السؤال ده بسال نفسي ايه الحاجات اللي عملتها تؤهلني لاستحقاقي على هذه الوظيفه. يبقى في الاول انا عايز واتمنى وامنيات، ابدا انزلها شويه على ارض الواقع بمفهوم هو انا محتاج الوظيفه دي ومحتاجها ليه، وابدا اخلي بقى الارض الواقع دي تفعل بهو انا استحقها. طب عشان استحقها المفروض احصل على ايه؟ فالاستحقاق هنا بيبقى نابع من واقعيه ونابع من ايه الحاجات اللي عندي تخليني استحق هذا الشيء من وجهه نظري طبعا. وبالتالي مفهوم الاستحقاق هنا يكون ليه معنى، ليه واقعية. لما اقول انا استحق الشخص ده او انا لا استحق هذه المعاملة، بناء على ايه؟ بناء على ان انا شايف نفسي في مكانة معينة، بناء على ان انا شايف نفسي بتعامل بطريقة معينة وانا عايز اتعامل بنفس الطريقة. يبقى نزلت اللي انا عايزه واللي انا اريده لارض واقع مفعل. ده ببساطة شديدة مفهوم الاستحقاق. طيب بما ان احنا فرقنا ما بين الثلاث حاجات، المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ المفروض ان احنا نقعد مع نفسنا، عايزين ايه؟ محتاجين ايه؟ وايه اللي يؤهلني ان استحق هذا الشيء؟ لو لقيت الحاجات دي متوفرة عندي وموجودة، يبقى ارتب بقى استحقاقاتي، ارتب استحقاقاتي في التعاملات، ارتب استحقاقاتي على نطاق شغلي، ارتب استحقاقاتي على نطاق حياتي. ومن فضلكم اول لما توصل لمناطق الاستحقاق اللي هي عن جدارة ما تتنازلوش عنها، لان اي تنازل في اي منطقه عن استحقاقك ده هيخسرك الشيء ده وهيخسرك نفسك قبل ما يخسرك الشيء ده او العلاقه دي او الشخص ده. فمن فضلكم لما توصلوا لاستحقاق حقيقي وتقدروا نفسكم قدرها ما تتنازلوش عنها، لان ده هيخسركم مش هيكسبكم. منتظر تعليقاتكم ومنتظر مشاركاتكم، وعايزه اعرف سمعتوني ازاي وهل طبقتوا ده ولا لا، ولو ما تطبقوه قولوا لي ايه النتائج، واشوفكم على خير.